بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البطاطس بالنسبة لينا كمستهلكين لغاية دلوقتي الموسم الشتوي والموسم الصيفي اللي ابتدى من أول امبارح، ابتدت الفلاحين يقلعوا في البطاطس الصيفي الجديدة، بطاطس الخزين. بالنسبة لينا احنا كمستهلكين سعر الجملة في السوق 3.5 4 واصل لغاية 8 جنيه، وحتى لو وصلت لينا ب15 جنيه بتعتبر في المتناول. الطماطم في نوعين من الطماطم، في طماطم قديمة ب70 و80 جنيه، في طماطم جديدة وجودة عالية، وطماطم كمان سلك بتكلف كتير على المزارع. أسعارها بتتراوح من 100 لغاية 240 جنيه. امبارح قلت لحضراتكم الكوسة كانت بنص جنيه وبجنيه. النهاردة الكوسة من 3 جنيه ل5 جنيه. السوق وحاجة اسمها ردة السوق هنحكي عليها في قناتنا الجديد في سوق العبور. بنتكلم على الخضار والفاكهة والسمك. بدأت الحركة تشتغل في السوق اهي، وابتدت الطماطم. وادي البتنجان الرومي أسعار من 2 جنيه لغاية 9 جنيه. البتنجان العروس من 5 جنيه لغاية 8 جنيه. البطاطس اللي ما كناش نشوفها زمان لأنها كانت بتروح لمصانع الشيبسي، الروزيتا والكروز والهيرمز، ب3.5 و4 جنيه دلوقتي. يعني عارفين دي أيام ما كانت ما بتنزلش إلا للمصانع، كانوا ولا ب10 15 جنيه لو لقيناها في السوق، وكانت بتبقى جاية كده غلطة. ناس كتيرة بيخافوا من البطاطس دي عشان عفوا يعني ما كانتش بتنزل كتير، اللي هي البطاطس الحمراء، لكن دي أصلا بطاطس يعني أصل الشيبسي ومصانع الشيبسي. عموما برضو المصانع بتاخد الأحجام الكبيرة وليها سعر تاني، والأحجام الصغيرة اللي شفناها دي من 3.5 ل4 جنيه. البتنجان المخدد فاصل عروة وقلة زرع. الخيار من 5 ل6، لكن البتنجان المخدد واصل ل17 و18 جنيه، من 10 لغاية 17 و18 جنيه. طبعا احنا من قبل رمضان ما يخلص يعني، واحنا بنتكلم على انواع البتنجان والفلفل في اسعار غالية بالنسبة للبتنجان والفلفل. مستمر برضو البتنجان، لكن الفلفل الرومي هو اللي غالي، والفلفل الشطة والبسكرة رخيصة شوية، والأوميجا هنوريها لكم كمان شوية برضو ب22 23. البصل الفتيل وصل ل8 جنيه، بيقرب ل8 جنيه ونص الأحجام الكبيرة. البصل الفتيل لما بيبقى صغير كل الفلاحين عارفين إن ده بتبقى أرض سمراء. كبير في الحجم محلات الكشري يبقى أرض جبلي. وعموما البصل المقور من 5 ل5.5، والمسقوي اللي بين المقور والفتيل ب6 برضه، 6 وربع، 6.5. والفتيل بيبدأ من 7 لغاية 8 ونص. التوم هيتغير وضعه شوية. البصل الأحمر دول ب13 و14 جنيه، جودتهم قليلة شوية. التوم هيتغير وضعه ليه؟ أولا كمية التوم المزروعة السنة دي قليلة. ادي البتنجان العروس حضراتكم اهي، الجودة برضو ابتدت يعني تبقى احسن شوية، او بمعنى اصح ده جديد يعني لسه حاطين عليه الاكياس اهي، البلاستيك متغطية، مش القديم اللي اسود والقمع بتاعه الاخضر ده بقى لونه بني. ده زرع جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنوالي مع حضراتكم الخضار والفاكهة والسمك على قناتنا الجديد في سوق العبور. بنشكر جدا الناس اللي استحملتنا بالرغم ان احنا يعني بدأنا قبل رمضان بأيام بسيطة، وقعدنا شغالين معاكم 20 يوم فيديوهات طويلة. بعد كده استأذناكم في أجازة ونزلنا أكتر من فيديو شورت في الأجازة. لكن أنا ملاحظ إن في بعض الناس يعني على ولائها وعلى عهدها معانا بمحافظتها على الاشتراك ومداومتها على تفعيل الجرس، وهم دلوقتي معانا. أنا بشكركم جدا. وإن شاء الله رب العالمين هنكون زي ما قلت لكم فاكهة خضار سمك. آه، وهندخل بجزء كده من الأراضي بإذن الله رب العالمين، ومن المحطات برضو، محطات التصدير، ومن أماكن مختلفة وأسواق كمان مختلفة غير سوق العبور. المرجان أبو أتب ب120 و130، السجان ب80 جنيه و90 جنيه الأحجام الكبيرة. سمك لسه برضو السوق يعني حتى الناس بره قاعدين، يعني السيدات الفاضلات اللي قاعدين بره العنابر معاهم برضو شوية حاجات ما شاء الله وممتازة كمان.
ادي كمان السوبيا 320 وبعض انواع الجمبري. زي ما وعدتكم في بداية الفيديوهات، هنتكلم وهنجيب الجمبري جميع أنواعه، جمبري أبو ريفة وأبو شنب والجمبري المزارع وجمبري البحر والبوري والدبارة. والأسعار بتاعة البولت بتبدأ من 90 لغاية 100 110، والسوبيا أو السوبيت أسعار بتبدأ من 250 270 280 لغاية 350 في الأحجام الكبيرة. وهنفرق بين الباغة والموزة والسردينة والكاسكومري، والأسعار دي كلها تقريبا بتتراوح حاليا الكيلو ب 80 جنيه. أعزائي المشاهدين، بشكر حضراتكم، وعلى أمل إن شاء الله إن نلقاكم في فيديوهات تكون يعني على مستوى تليق بحضراتكم. شكرا ولا لا.